مدحت والدنيا ايه كده بيرك او كده بيرك او لا. اتفضل 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 اتفضل. هو ما حدش يقول لنا عوده حميده. مين حميده؟ حميده الشاعري. حميده. يا لهوي ده عوده المهم يلا. وانا جاي لك هنا ركبت السياره مليئه من البؤج. بؤج اللي عارف النسوان الشلت اللي تقبل فلانشه فيهم قد حياتك. مقاسات فوق ال 90. مقاسات ايه يا اسطى؟ ده سفلته رجلي بقت شبه توم وجيري. شفت توم وجيري لما بيقع على رجل التقل رجليه ستيكر بقت ستيكر ملزوق على الارض. والله ده حاجه نيله. المهم احنا رجعنا نعمل بودكاست تاني. اقسم بالله ما عارف ليه، بس اعتبر ان ده موسم تاني يعني سيزون 2 كده ونسخن. يا ولا بتسخن ولا نيله، احنا دي بيرمي ارمي. جايز تسمعك. بودكاست اسمه الزريبه. ليه الزريبه؟ عشان هتسمع اعقل الكلام وفي نفس الوقت اتفه الكلام. ليه؟ ما هو كده انا كيفي كده. مش عاجبك؟ في بودكاستات تانية كتير قوي اسمعها. ماشي؟ لسن. يلا خش ابتدي الحلقه. المهم يا حاج فوكس، ايه يا معلم؟ بيقول لك شفت الخرا اللي حصل في باريس؟ في الافتتاح؟ ويقول لك لوحه العشاء الاخير عشاء اخير ايه بقى؟ ده طلع لك كل حاجه 64 جندا. يعني ايه والله، ونان باينري ودراج وحاجات غريبه بتوسخ. بيحبوا ينوعوا تقريبا دراج دي مش فاكر ولا هي ايه تاني بالظبط، بس هو اللي هو الراجل بيلبس زي الست. هو ما بيتهقش ولا بيعملش. هو لا هو عادي ده يسمى ذكر يعني هي كل دي هي بط هي. هو مصنف نفسه هي عادي، بس هو ما بيلبس زي الستات. الاختلاف الوحيد بينه وبين اي رجل ثاني ان هو بيلبس لبس حريمي ويلبس كعب ويلبس حلقان حاجه خربت خونان باينري ومش عارف ايه. في ناس بقى ما بتعتبر نفسها ولا حاجه. انا ما جيتش، انا مش معاك يعني ما فاهم، هو مش عاوز يعمل حاجه ولا ياخد ولا يدي. ده الطوبه مخرمه تاخد اسمنت. هو معتبر نفسه يعني حاجه، هو مش شغال ذرات هواء مع ان ذرات برضه بتتبادل الالكترونات. هو يا بتاخد وبتدي، ده ولا عاوز ياخد ولا عاوز يدي. طب احنا سيبنا التانيين في حاله. انت عاوز ايه؟ حيوان بتاع البحر اللي هو لا يلد ولا يبيد، اسمه ايه ده؟ جيلي فيش، مش فاكر اسمه ايه اللي هو قنديل ما لا بيتهيألي قنديل بيتكاثر بطريقه ما يعني. ما بيقول لك لا يلد ولا يبيد. عاوزين نعمل دكتوراه في كيفيه تكاثر الاناديل. اناديل تعالى لا مش الدرجات دي يعني بقى. اسف فطلعوا حاجات غريبه قوي في فرنسا، وانا برضو مش عارف ليه الناس ماسكه سنوب دوج. ليه ما سنوب دخل بالجوب بتاعه؟ واحد يقول لك ده واحد عبيط كان بيقول لك ده ممثل افلام وملك البانجو وبتاع. يا عمي ما هو مش ممثل، انت اللي داخل تدور على فيلم سنوب. هو ما بيحبوا يصوروا الحاجات دي، انت مالك وبتتسرب. هو قال لك انا مغني بس ما تاخدش مني غير غنى، انا مغني وبضرب. وثانيا ما سنوب يا جدعان عاوز اقول لكم على حاجه انتوا مش فاهمينها. سنوب دوج مبطل بقاله 8 شهور 9 شهور حاجه زي كده، وكان اعلنها على الانستجرام. ربنا يوفقه يعني. بجد اعلنها على الانستجرام وكان مبطل. فيعني فكنا بقى من الشغل الضيق ده. مصريين عايشين في بيدوروا على عايشين في 2002 والله. يعني كل حاجه عندكم قديمه كده، يعني اشكال ما يعلم بها الا ربنا. اولمبياد. وفي مثل هذه الاوقات لا يسعني الا شكر الراجل بتاع عصير قصب اللي على الشارع. ليه؟ عشان بيمسك السكينه كل يوم ويقطع الكهرباء. بيقطعها بالسكينه سكينه مطبخ. هو بيقطع حته الكهرباء انت حته الكهرباء بيقسم الكهرباء. انا موت واعرف كان بيلعب بالسكينه في البوكس ليه. هتلاقيه كان بينضفها او بيسنها، ممكن بيسنها في البوكس الكهرباء. اي حاجه معدن انت فاهم. ايه يابا الناس دي عايزه مننا ايه يابا؟ هو اكيد مش رايح يكهرب، اكيد مش رايح يكهرب نفسه. ممكن يكون رايح يكهرب نفسه، ممكن يكون رايح يعمل اي حاجه زي للدرجه دي. لا يا عم لا والله كل حاجه دلوقتي متوقعه. ممكن من ضمن الاحداث التي يجب التكلم عنها في مثل تلك الظروف، في واحده مفروض ضربت حماتها. مش عارف الموضوع ملوش لازمه، موضوع تافه ابن والشعب ابن بدا بيكبر المواضيع. الطبيعي يا ابني ان الحمام تضرب الواحده، مش طبيعي. ما تخليكم في حالكم. طبيعي اقول لك انتوا بتتدخلوا ليه؟ يعني انا عاوز اعرف اولا قصه جديده ما تعودناش على كده، انت فاهم. اولا هي مش الامور دي كانت زمان
وبتدارى جوه كده، بتبقى عائليا. بتتلم بعيش وحلاوه وبتبقى جوه والكلام ده. هو ايه بقى الحوار بقى اللي ايه؟ اي حد اخوه اطلع على النت. ترند إيه يا ده؟ صاحبي، ترند بيجنن الناس، كله عايز يطلع. لا يا والله العظيم، بص هو ده تجنن الناس فعلا. والله العظيم انا عايز اقول لكم حاجه. ضرب عيسى موسى، كل مره هقولها. من ضرب من؟ مين اللي ضرب مين؟ ولو شفت الجمله ضرب عيسى موسى، طب ما ممكن عيسى اللي ضرب موسى، وممكن موسى هو اللي ضرب عيسى. ما دام انت ما شفتش يا ابني ما تحكمش. ما دام انت ما سمعتش وشفت الموضوع من الطرفين ما تحكمش. انت جايب لي كاميرا مراقبه، واحده بتضرب واحده وعاوز بقى تبقى قضيه مجتمعيه. يا عم يا الحاج يحرق اي حاجه بقت عاوزه قضيه مجتمعيه، وفي الاخر هيطلعوا الاثنين يعملوا قناه، يعني يعملوا قناه يوتيوب. والصلح خير نتصالح. تعالى فاهم. النهارده ضربت حماتي وبكره كده وبكره صالحتها عملنا البانيو مش عارف ايه. ولطت لي في الحمام غصب عنها الجدول ده اتهرش كتير وبقى بقت حاجه سخيفه، بقت حاجه في منتهى السخافه وحاجه في منتهى القرف. وحوارات بقى الطلاقات اللي على النت، وده انفصل عن دي وده انفصل عن ده. هو الجدول يا صاحبي بتاع اي كابلز يقول لك انا عاوز يا تافه يا اولاد بتتابعوا الناس دي ليه؟ بتطلعوهم ترندي ليه؟ بتدوسوا لايك ليه؟ يمكن يكون في احداث جديده. اي حاجه الدماغ فيها ايه؟ مفيش جديد، كله زي بصل ولا ده فضا يعني فضا فعلا. فضة ايه يا اسطى؟ مش لاقيين حاجه بيشوفوا حياه الناس بيقولوا ايه، بس هو مش ولا شوف حياه الناس ليه؟ ما تشوفوا الخرا اللي انت عايش فيه. دي الفكره بقى. ما شوف هتعمل ايه في ميتين. فكر شعر دقني بيض من التفكير يا ولاد ده بجد والله. انما ما بقاش يعني، بقت الناس عاوزه تتقاس بيج اس. ده اللي بيتفرج برضه، ما هو بيتفرج لان هو يشوف حاجه، ما هو برضه منتظر حاجه من يشوف ايه يشوف ايه يا اسطى؟ يشوف ايه يعني؟ هو مثلا يرضى ان انا اقعد اتفرج على بيته، افتح البلكونه عليهم كده واقعد اتفرج عليهم طول النهار، واقول للوليه دي انت ما طبختي الكوسه النهارده وانا ما بحبش الكوسه. لك المنتج بتاعه بقى هو حياتي. هو المنتج بتاع التاني حياته كامله. حياتي بحمامي بأوضة نومي كله. ما هذه النوعيه من المحتوى؟ مش محتوى بقى، ما هو كلها نفس بقى روتين يومي ومش روتين يومي، ما كلها في الخرا. مساحه المطبخ بالفينيك، بس الفينيك طلع كلوروكس. كلها كده، كلها خرا، كلها رضع، كلها رضع من الكلاب. رضع من الكلاب. بمناسبه الرضيع من الكلاب، لا ما عادي بقى، هي بمناسبه بس انا بقول كلام بلنجر بلنجر لغايه اما ايه ينزل الوحي. واذا لم تكن كده ما عمرها ما هتبقى كده. بيقول لك عادل شكل هيجي هنا يوم الخميس الجاي. حفله ولا جاي يعمل ايه؟ لا جاي يفتح كافيه عندنا. جاي افتتاح كافيه ولا جاي يفتح هو؟ لا يعني هو مين؟ شكل للبيع. لا شكل للبيع. لا جاي يفتح كافيه. يا شفت اخرة الاعلان؟ شوف ما حدش جابني افتتاح كافيه ليه؟ هو احنا مش بابليك فيجرز ولا ايه؟ انت انا بدأت اشوف كتير يا باهر اليومين دول شويه اعلانات لدروس واحجز عند مدرس كده، بس اعلانات كرييتيف. ما هو جابوا عادل شكل برضه في اعلان. يعني بمناسبه عادل شكل فرنساوي. كرييتيف قوي في الشغل بتاع المدرسين. فلوس يالا، ما البادجت عالي قوي. البادجت عالي والناس بقت تعلن اعلانات الناس بقت تجيب فلوس اكتر ويصرف على اعلان ويكتب سيناريو ده بيجيبوا فلوس اكتر من لايفات التيك توك. بس معلش برضه هقول لك على حاجه، الناس دي بتفهم قوي حقه. انا شايفها حقه. ليه بقى؟ اعتبره معلش انا لا مؤاخذه في التشبيه، يعني اعتبرها في حفله زي اللي راح الاستاد. ما هو برضه هقول لك على حاجه، هو الراجل ده قدامه كام مجموعه في اليوم؟ هو بيجمعهم بقى في حته واحده على 3 وعلى مدار قد ايه؟ وياخد اجازه يا دوبك شهر ولا شهرين بيحضر فيها. هنعتبره زي لعيب الكوره وبياخد 6 شهور اجازه زي لعيب الكوره. 6 شهور ايه ده؟ ما بتجيب شهرين. ما هو 6 شهور الاجازه 3 هنا ونص السنه كام شهر؟ شهر نص السنه و3 شهور. شهر ايه؟ ما فيش اجازه في نص السنه، هم عندهم دي دروس خصوصيه. ما هو في اجازه للمدرس اكيد، في المنهج وقف دلوقتي الطلبه اجازه. لا ولا دروس خصوصيه ما فيهاش اجازات والله. انت في يا اسطى، انت عايش فين انت؟ لو مدرس بيدي حاجه معينه ثانويه عامه مثلا، يا باهر الثانويه عامه مش طول السنه بيدي ولا بيدي؟ طول السنه بيدي. ايه يا ابني؟ مش فاكر عشان دلوقتي الدروس متاخر وكده ما بداتش بدري. ايه يا ابني عملت ايه؟ وكل من هب ودب بقى بيقول لك انا بقيت مدرس. طمعوا في المدرسين. بس سهله. اسمع مني والله سهله. مش سهل. سهله والله ما سهل. في حاجات سهله افهم.
لما انت تبقى مضغوط مثلا هتشتغل اكتر من 12 ساعه في اليوم نفس الكلام، انت قاعد بتعيد نفس الحصه لناس كتير، انت دماغك هتفوت، اقسم بالله دماغك هتفوت. الفكره بقى هو اما تقعد تعيد حبه نفس في الحاجه الكلام هو اللي بيخليه يكمل. حصه واتنين ساعه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه، وانا بص وانا بعد هو دماغي هتفوت. طب بص هقول فده قاعد بيعيد الكلام ده طول النهار لاشكال مختلفه. افهمك الحوار. و اسمع بس اتفعل. من 5 سنين اتفعل. كان في مدرسين برضو مشهورين، تسمع عنهم دلوقتي؟ اه لا مش هو بيعمل دعايه فتره، خلاص عملت الدعايه شكرا. هو لما بيهدى في الدعايه بيهدى برضه دعاية في شغله. ما كانش في دعايه ساعتها. كان بيعمل شويه دعايه هلس، كان في هلس شغالين برضو بس مش زي دلوقتي كلها بقت تاجر ايام انا ما شركات. كانش في دعايه. كان في... لا ما بقول لك من 5 سنين مش ايامك برضه. من 5 سنين كان في ناس بدأوا، وانا مالي ومال قصدي التعليم هم مش موجودين دلوقتي. انا مالي ومال التعليم من 5 سنين. زي بتاع الشنجر برهاء وشنجر برهاء ده ماشي. اعلان هو طلع ترند. ماشي، ده ما كملش 5، ده من سنه. ماشي، ظهر تاني في اعلانات، ظهر قدامك تاني اصلا هو في اي حاجه. اه كمدرس. لا كاكونت بقى على التيك توك. بس بيهزر ولا دراسه؟ بيهزر برضه. ماشي، ما هو هيفضل يطلع الاكونت بالهزار بس هو مش هيعمل دعايه. خلاص انا فهمت. لا ما فيش في دعايه. تركايه بالنسبه له لقطت شكرا. انما زمان ما كانش في دعايه، وانت تروح بقى ما بس كانش برضه مش هيكمل مدى حياته بنفس التارجت بنفس الشغل. هو هيبقى زي لعيب الكوره فعلا 5 سنين هياخد البيك بتاعه اعلى حاجه وشكرا. هيطلع واحد غيره لان هو مش هيفضل في نفس المنطقه احسن واحد ولا ايه؟ وحش اقسم لك الكيمياء بالله. وحش الفيزياء بقى. اقسم لك بيتغير يا عمي. كلها بتاخد اللقب، يا كلها وحش عمي الفيزياء يا وحش عمي الكيمياء. اسمع يا عمي، مدرس الالماني شخصيه ما لن اذكر اسمها ماشي دلوقتي بقاله 36 سنه ومفيش غيره في المنطقه. هو الاول على مستوى البلد دي. ماشي في المنطقه اللي هو في لا الحدود. مش المنطقه، البلد دي. حلو، ما هو ساعتها هو كانوا الحصه اللي ساعتها كانوا 1,800,000، ساعتها هتضربها في 10 زود 10 اللي هو خده في الحصه بتاع الاستاذ ما تجيبلوش 4 جنيه. ماشي، ما هو دلوقتي فرق بقى فهمت الفكره؟ رقم. فهمت ان التانيين اكتر ربحيه بكتير ماشي بس ده على مدى حياته كلها. على زمان بقى، انما دلوقتي الفلوس ما بقاش ليها لازمه. ماشي بس برضه انا فاهم ان المدرس دلوقتي بقى اللي بيطلع ترند على السوشيال ميديا والكلام ده بيطلع لاجل ان انا بالنسبه لي سنه سنتين وبس، يا اما اعمل دعايه تاني. عوده مره اخرى، كنا بنحسب المدرسين بياخدوا قد ايه في الحصه وفي الشهر والليله دي. ده طبعا اي حد كان بيروح الدروس زمان كان عنده هذه الفكره، يقعد في الدرس 50 طالب الراس بكام النهارده؟ 50 جنيه ياه، مع انها ما كانتش بتبقى 50 طالب، كانت بتبقى 70 80 90 100 200 عادي يعني، فاهم؟ بس برضه مش بالارقام بتاعت دلوقتي. الارقام بتاعت دلوقتي انا هموت واعرف العيال بتفهم ازاي. ما تفهمش هو لما انت تبقى قاعد في وسط قطيع، هذا القطيع من المجر والطبله اللي كانوا بيطبلوا في مش عارف ايه رايحين يرقصوا، هتفهموا ازاي؟ يعني ايه وجه المفهوميه في الموضوع؟ وده له علاقه بالجيل اللي اتخرج كان بيرقص في حفله التخرج، وده هو ده الجيل اللي اتخرج. ما هو ده اللي خلى العيال ترقص في حفله التخرج، ان هم طول السنه بيرقصوا في الدروس. ما طول السنه كان واخواتها ما هو ده اللي خلى العيال ترقص. فطالعين يخرجوا مش عارف هل ده هيؤثر نفسيا ولا لا، ولا هل ده بيجيب ايجاب او سلب، لانها لم تختبر لاكثر من 10 اعوام. اذا درست هذه التجربه المريره ل10 سنين، ده بجد بقى انا دعونا مش بقول لك هتلاقي كلام وكلام مش كله في الفلسفه يعني. لا هو كله هس، كله هس ما ولا كان بيقول حاجه يعني. اسمع كده انا قاعد بهري وانت قاعد بتسمع بتضيع النت مش عارف على ايه، دوس لايك. المهم بعد 10 سنين تقدر تقول التجربه دي ناجحه ولا لا؟ هل هي اثرت على الطلاب بالسلب ولا بالايجاب؟ بس هي باين المقدمات، العيال بترقص في حفلات التخرج. ما هو هي باينه كده، والعيال بتخرج من ثانويه عامه تقعد ترقص وحاجه في منتهى القسوه. الفرحه عندنا مرتبطه بالرقص، فاي فرحه في اي حاجه بديها. طب ماشي، كلها هعتبرنا البرازيل، هعتبركم كلكم فينيسيوس جونيور، كلها تتورك. يعني هعتبركم كلكم فينيسيوس جونيور واندريك وتقعدوا ترقصوا. اندريك مره رقص 3 رقصات في حفله واحد. بيجرب برازيلي بقى، برازيلي واسمر وايه، يرقصوا سامبو. لا يرقصوا تانجو رخامه. تانجو ليه بقى؟ ندخل البرازيل في الارجنتين، نعمل عداوه، هي كده في عداوه كرويه. وعندما عاد بنا الزمان الى سالف العصر والاوان، لم يكن هناك الانسان، فماذا كان؟ تن 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 بجد ماذا كان؟
هل دي حقيقه ان ايام الديناصورات ما كانش فيه انسان، ولا تعالوا بقى ده تساؤل والله العظيم فلسفي فشيخ كم انا بجيب من جوه. المهم، الديناصورات قبل الانسان ولا مع الانسان؟ ولما انقرضت، هي انقرضت والانسان ما انقرضش ليه في نفس اللحظه، مع ان الانسان حجمه ضئيل جدا بالنسبه للديناصورات؟ يمكن استخبى ولا حاجه. استخبى فين يا ابني؟ بعد الديناصورات مسحت، انت كصغير مش هتمسح، هتتمسح. ومش عاوز حد مخه مربع يقول لي مفيش ديناصورات، عشان روح وادي الحيتان يا ابني خيهبل، هتلاقي هناك هتشوف الاحفار كلها. يعني معلش. والمنصوره سورس، لو ده اكتشاف مصر، منصوره سورس وحاجات كتير قوي. فما تقولش ان مفيش الكلام ده، وما تقولش ان مفيش الحفرات دي، وما تقولش مفيش الهبل ده. احنا لغايه دلوقتي بيطلع لنا حاجات انت ما تعرفش عنها حاجه، انت ما بتشوفش حاجه في العالم، وانت اصلا كده كده انسان قاعد شغال 12 ساعه في اليوم ب 3000 جنيه، عبد ذليل لا تبحث الا عن التفاهه. والكابلز اللي قاعدين ايه بيفركشوا، دي بتفركش ده، ودي بتضرب ده بالقلم، ودي ضربت حماتها بكذا. الحق يا لا مش عارف مين عمل. فهمت انت دماغك ده ازاي؟ في الجوافه. فهمت انت دماغك ده ازاي؟ انا لا ادعي برضو ان انا اينشتاين برضو. انا فاسيه من فساد الزمان يعني، بس بحب اخد من كل حته لحسن. يعني ده طبق مخلل هات حته، ده مايونيز هات حته، ده فازلين ما تجيبش لا. مقاطعه فعلا. فعلا فازلين مقاطعه. الناس بتستخدم فازلين لان ده بقت اشكال بتوسخه يا استاذ في المقص، ويشربوا بيبسي عادي كده في العالم. حاجه اقسم بالله بني ادمين بروس كلاب يعني. هتفهم امتى؟ تشتم الكلاب يا باشا. هتفهم امتى؟ هتتعظ امتى؟ طب لو انت مصيرك مصيره تعمل ايه وهو بيشربها عادي، هتزعل ولا مش هتزعل؟ ضع نفسك مكان غيرك قبل ان تحكم او تأتي بفعل اخر يبان ان انت بلف. لا مؤاخذة يا اسطى، فاهم؟ يبان ان انت حمار، انك بتجيب فعل خنازيري ولا في الدماغ ليمون بجد، ولا شعرايه في الدماغ زي دماغي كده. في نهاية هذه الحلقة الهلس احب اوجه الشكر للراجل اللي نفس الراجل بتاع عصير القصب، واحب اوجه الشكر للراجل التاني اللي بينزل السكينة عشان ما نزلهاش، بس هو نزلها تاني من شوية كده 10 دقايق بس، مش عارف ليه. كان بيجرب حاجة ولا كده؟ كان بيجرب ولا كان بيشحن التليفون، شال الفيشة بتاعت المدينة كان بيعمل شاي، على الكتف. عشان يعمل شاي، قطع الفار عشان يعمل شاي على الكتف. ابن يا سيدي. إذا إلى لقاء آخر من بودكاستكم الزريبة. سلام.